الدقيق باش بقى عجين اهو، اللون اهو بقى قرب يبقى زي الشاي اهو وهيسود، ده عشان مسبوغ. الفلفل السليم اهو الاصل اهو، احطه في الكوبايه اهو اهو. ابيض زي الورد، مفيش لون ولا اي حاجه خالص. شوف الفرق اهو، الفلفل السليم من الفلفل المسبوغ غامي اهوت، وادي ده بطبيعته. في ناس كتير هاجمتني وفي ناس كتير قالت لي ان انا ما ينفعش ان اتكلم على الغشاشين وعلى التجار اللي هم الايه اللي بيغشوا البهارات. تعالى انا لقيت فيديو بالصدفه كده، تعالى نتفرج عليه ونشوف طرق الغش بقى، وازاي العطارين ممكن يغشوا لدرجه يعني ما حدش يتخيل. تعالوا بينا نسمع الفيديو ونشوف الراجل المحترم ده بيتكلم على الغش ازاي. يعني في ناس كتير طلعت قبلي اتكلمت بالفعل. تعالوا عشان ما اضيعش وقتكم، تعالوا نشوف هو يقول ايه. 4 انواع من الفلفل. الفلفل طبعا في كذا نوع، بس 4 انواع هم من الفلفل. ال4 انواع دول فيهم 3 غلط وواحد صح. هو بدأ يجيب انواع الفلفل بقى، يعني ده بالنسبه للفلفل الحصى بدأ يجيب هنا ان فلفل صيني، فلفل برازيلي، فلفل فيتنامي، وبدأ يقارن بين الثلاث انواع. تمام. وبالذات الفلفل الصيني. تعالوا نسمع ونشوف هو يقول ايه، وهتنبهر بان اصلا المطحون ده مش فلفل اصلا. 3 غلط وواحد صح. الاولاني ده مش فلفل، دي كزبره، كزبره محروقه. الثاني ده مش فلفل خالص. كزبره، يعني الكزبره بيحرقوها في الطحين، بيحرقوها على النار، بتاخد اللون الاسمر وبعد كده بيطحنها ويضيفها خليط مع الايه، مع الفلفل الاسمر. انت متخيل؟ تعال نسمع الفيديو الاخر كده. القصيد ده عباره عن دقيق معمول زي الكسكسي اسود مسبوغ وبيحطوا على الفلفل. الفلفل ده مخلوط، خليط من ده وخليط من ده. ده اللي هو الفلفل البرازيلي والفلفل الصيني، هو بيعمل ميكس بين النوعين من الفلفل. هما الاثنين فلفل، ولكن جودة البرازيلي اعلى وانقى واعلى بمراحل طبعا، والتوب والسعر اصلا مفيش وجه مقارنة بين الاثنين في السعر. يعني مثلا لو ده سعره 10 جنيه التاني سعره 50 او 70 جنيه. فهو بيعمل ميكس بين الاثنين، بيخلط الاثنين ويبدا ان هو يبيعهم على اساس ان هو منتج واحد. تعال بقى نسمع الفيديو في الكومنت اللي جاي ده. من ده وخليط من ده، يعني خليط من المسبوغ اللي هو عامل زي الفلفل ينضاف على الفلفل السليم. ده الفلفل السليم، ده اهو الفلفل السليم. يبقى الفلفل السليم بضيفه على المخلوط بيديني المنتج ده اهو. لو انا عايز اطحنه بطحن رز اهو، رز بعمل ناعم بودره، وبطحن العيش ده اهو، العيش ده بطحنه يديني اللون ده. ده مش فلفل مطحون، تمام، عيش مطحون اهو. العيش اهو، وباخد العيش ده مع الفلفل ده مع الرز وادخلهم في خلطه واحده تديني المنتج ده. ده فلفل مغشوش. طيب الشاهد من الفيديو او الرساله اللي انا عاوز اوصلها لك، رساله مهمه، الا وهي احنا ما بنقولش العطارين كلهم وحشين، لان احنا من العطارين يا جماعه. يعني انا عطار، والراجل اللي بيتكلم محترم ده عطار، وانا اتكلمت ان احنا ممكن طبعا نقتصر الحوار ده وان احنا نضيف بس بقسماط على الفلفل الاسمر. البقسماط اقل تكلفه ومش هيظهر معايا حتى في الاكل، لان الرز ممكن يكتل معايا وممكن يظهر معايا الرز ويكون واضح جلي. تمام. او العيش ان هو يبدا يطلع على سطح الطعام ما دام يسود بالمنظر ده. ولكن الشاهد والكومنت المهم اللي احنا لازم نضيفه، والتعليق المهم اللي هو انت انتبه. انت لو رايح العطار لازم يكون عندك ثقه. طب نعمل ايه؟ وايه الرساله اللي انت توجهها لنا؟ المهم يا ابو مالك، الرساله الاولى والاخيره اللي انا بوجهها لك، البهارات لو انت ما عندكش عطار محل ثقه اطحن بايدك، او ان انت تقف قدام العطار وتطحن بهاراتك. ليه؟ امن وانضف واحسن وارخص، لان دايما الحاجه الرديئه سعرها عالي. اوعى تظن الحاجه الغاليه هي اللي سعرها، لا، الحاجه الكويسه سعرها او القيمه الشرائيه بتاعتها بتعادل الكفاءه والجوده بتاعتها. فانتبه للنقطه دي. بحبكم في الله، واتمنى يكون انا وصلت لكم رساله مهمه النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.